فين الجدعنة قالوا لي فين. لكة من المرجيحة حلوة أوي مريحة، لكة من المرجيحة حلوة أوي مريحة. السلام عليكم. حصل أحداث غريبة أوي الفترة اللي فاتت، ومن أهمها التلوث السمعي. لكة من المرجيحة، لكة من المرجيحة. الأغرب من كده إن أنا ما كنتش هتكلم في الموضوع، علشان خاطر الناس اللي اتكلمت في الموضوع ظرفوهم، عطوهم الدرس التمام. النهارده معانا ابداعيه عبقريه مصريه، اول فيديو كليب لفامباير مصر اصلا. شفت فيديو مرعب جدا مظلم، فيديو ركبني المرجيحة، وده لكة من المرجيحة حلوة أوي. هنتكلم النهارده عن نكبني المرجيحة. السكة شمال في شمال واليمين اختفى، لفت بينا الايام خدنا اكتعفة. وهوب لقيت قنوات كتير بتستضيفهم، والكلام بقى كتير كتير كتير. قلت وانا مال امي، اهو تلوث زي اي تلوث من اللي موجود في المجتمع. هوب جالها اتصال، شتمت المتصلة وشتمت الجمهور، وحط تحت الجمهور خط. فعلا انتوا أغبياء. عارفه ليه؟ عشان احنا بنخش نتفرج على واحده زيك، فاحنا اللي بنعمل لك مشاهده. حبيبتي تبقى اعملي زيي. عايزة اهم حاجه ان انا الشعب كله بيتكلم عني، والعالم كله بيتكلم عني، وكله بيجري ورايا. الغريب الكلام ده قلته من سنتين، كل لما تقلع اكتر تتشهر اكتر واكتر، كل لما تتشتم اكتر تتشهر اكتر واكتر. وهو شفت على صفحة البضين كوميدي، قصدي الخليل كوميدي، ان هي هتعمل ركبني المرجيحة 2، ومش كده وبس، ده هتعمله دويتو. الثنائي الفنان الرائع القادم بقوة، الفنان أسامة غالي والفنانة دالي حسن وهتبو ثابت. اللي شدني في الموضوع ان هي عندها نفس الثقة بتاعت الخليل كوميدي، والنوع ده بينتشر ويزحف ويتوغل وينتشر لغاية لما يخش جوه ودنا ويبقى شيء طبيعي جدا، وتحس ان احنا كلنا بقينا زومبي في المجتمع. الخلاصة سد الماسورة عشان مش ناقصة خرارة، يعني مش كل شوية تشوف فيديو زي ده فتعمل منشن لحد او تعمل كومنت مش عارف او فيتشهروا وهوب ودنا تاخد على كده. سلام عليكم.